طبعا كلنا لما بنيجي نحذف رسالة من على الواتساب بنضغط بالشكل ده كده ونعمل حذف لدى الجميع. وبكده انت مفكر نفسك ان الطرف التاني مش هيقدر يشوف رسالتك. لا، ممكن من خلال الاشعارات او من خلال اي ميزة تانية حسب جهازه او حسب التطبيقات اللي بتكون موجودة عنده هيشوف الرسالة دي. ودي دايما كتير بتحصل، خاصة مع الاشخاص العصبيين في ردهم وبيرجعوا يندموا على الرد. تعال اما اعرفك طريقة ممكن ازاي من خلال الطريقة دي تحل المشكلة زي دي. هتضغط على الرسالة ضغطة مطولة بالشكل كده، وهتضغط على الثلاث نقاط وهتضغط على تعديل، وبعد كده هتحذف الرسالة بالشكل اللي قدامك ده. لو حابب انت الرسالة فاضية هتضيف نقطة وبكده هتوصلوا النقطة. طب مش حابب الرسالة فاضية، هتكتبها او هتغيرها لأي حاجة انت حاببها وهتضغط بالشكل ده، وبكده انت غيرت الرسالة. هو مش هيقدر يعرف مضمون الرسالة الأولى من خلال أي تطبيق أو من خلال إشعارات أو أي حاجة هو ممكن يعملها. وفي النهاية